عسلامة. شكون فيكم يعرف الحادثة اللي اختلط فيها الدم التونسي بالدم الجزائري والتحموا فيها زوج الشعوب من أجل الحرية والاستقلال؟ اليوم باش نحكيه على أحداث سقية سيدي يوسف. نهار السبت 8 فبراير 1958 قامت فرنسا بمجزرة في حق الشعب التونسي والشعب الجزائري في منطقة سقية سيدي يوسف الحدودي. بعد قرابة عامين على استقلال تونس، وتحديدا في 20 مارس 1956 احتضنت تونس المقاومة الجزائرية، الشيء اللي خلى فرنسا تقرر معاقبة تونس والقضاء على المجاهدين الجزائريين الموجودين فيها. ونهارت السوق الأسبوعية هاجمت الطائرات الفرنسية الطريق الرابط بين سوق أهراس في الجزائر وبين الكاف في تونس، وتحديدا منطقة سقية سيدي يوسف الحدودي. القصف كان عنيف وعشوائي واستمر قرابة ساعة كاملة، ومشى ضحيته أكثر من 60 شهيد وقرابة 100 جريح. ومن بين الشهداء أكثر من 20 طفل صغير اللي تقصفت بهم المدرسة اللي كانوا يقراوا فيها. ومن بين القتلى أفراد من الصليب الأحمر الدولي اللي كانوا موجودين في مهمة إنسانية. أحداث سقية سيدي يوسف تبقى من أهم المحطات التاريخية اللي توثق نضال زوج الشعوب ضد المحتل، وتوثق زادة إجرام فرنسا اللي خلى تونس تدعم الجزائر أكثر، وخلى المجاهدين الجزائريين يتمسكوا بالحرية والاستقلال أكثر وأكثر، الشيء اللي خلى فرنسا تخرج من الجزائر سنة 1962 بعد أكثر من 130 سنة من الاحتلال والظلم والقتل، وبعد نضالات كبيرة قدمتها جبهة التحرير الوطني الجزائرية.